العربيات ذاتية القيادة ما بقتش خيال علمي، العربيات دي بقت واقع بيكبر وينتشر كل يوم. بس عمرك تخيلت لو ركبت عربية من النوع ده هتبقى عامل ازاي جوه العربية؟ يا ترى هتكون مستمتع بالطريق وقاعد تتفرج على المناظر الطبيعية، ولا هتفضل عينيك في وسط راسك ومتوتر وعمال تبص يمين وشمال؟ طب يا ترى لا قدر الله لو العربية عملت حادثة، تفتكر اللي انت خبطت له عربيته ده هينزل يمسك في خناقك انت، ولا مين ساعتها هيكون غلطان؟ كل الأسئلة اللي ممكن تدور في دماغك وأكتر منها بشوية هنناقشها في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا خالد جد، يلا بينا. فكرة السيلف درايفنج كارز أو عربيات ذاتية القيادة بدأت من زمن الزمن، والأساس النظر ليها ممكن نقوله إنه يرجع لزمن الخمسينات والستينات، وكانت وقتها مجرد فكرة تخيلية عن المستقبل، حاجة كده شبه أفلام الخيال العلمي. ولكن أول تطبيق عملي ليها كان في سنة 1980 لما بدأ مشروع نافلاب التابع لجامعة كارنيج ميلون، وعملوا أول سيارة شبه ذاتية القيادة. بعدها على طول كان في مشروع تاني اسمه يوريكا بروميثيوس الأوروبي، وكان من أوائل المحاولات الجادة لتطوير التكنولوجيا دي. وفي 2005 وكالة داربا الأمريكية نظمت تحدي لتطوير السيارات ذاتية القيادة، وفاز فريق من جامعة ستانفورد بسيارة اسمها ستانلي. بس بالرغم من أن الأبحاث والتطوير استمر لسنين، إلا أن التصنيع التجاري والتجارب الحقيقية للعربية دي بدأت سنة 2010 لما شركة زي جوجل اللي المشروع بتاعها لاحقا بقى اسمه ويمو اختبار العربية ذاتية القيادة على الطرق العامة. وبعدها تقريبا ب6 شهور بس بدأت تنضم للمجال ده شركات تانية كتيرة زي اوبر، تسلا وجنرال موتورز. ومع بداية سنة 2020 بدأت العربيات ذاتية القيادة تنتشر بشكل محدود في شوية مدن حوالين العالم. لكن علشان نعرف نتكلم على العربيات ذاتية القيادة اللي موجودة حاليا وازاي وصلت للتطور ده، لازم نبقى عارفين بدايتها كانت عامله ازاي وايه التقنيات اللي كانت بتستخدمها من 10 سنين فاتت. فخلينا كده ناخد الموضوع من الاول علشان نعرف هي كانت فين وبقت فين. تقدر تقول كده ان النتائج الاوليه للعربيه دي كانت كوكتيل من النجاحات والتحديات زي اي تكنولوجيا جديده. في الاول العربيات كانت بتقدر تتحرك في ظروف معينه زي الطرق المفتوحه والمستقيمه، وكان لسه فيها شويه مشاكل في التعامل مع المواقف الصعبه والمعقده زي مثلا اشارات المرور والشوارع الضيقه. والتكنولوجيا وقتها كانت بتعتمد بشكل كبير على انظمه الاستشعار زي الكاميرات والرادارات، والانظمه دي كانت محدوده بشكل كبير جدا في الوقت ده. فكانت العربيات يا دوب بتقدر تمشي على طرق وخرائط محدده متبرمجه من قبل كده، وده خلاها بطيئه مش بتعرف تاخد قرارات سريعه وصحيحه زي الانسان. ولو حصل قدامها اي كعبله او تغيير بسيط في الطريق حتى، العربيه كانت بتهنج وما بتعرفش تتصرف. يعني مثلا لو في ناس بيعدوا الشارع فجاه او اشاره مرور اتغيرت، كانت الانظمه يا اما بتقف او بتاخد قرار خاطئ. وبسبب التحديات دي وقتها واثناء ما كانت العربيه لسه في مرحله التطوير، حصلت حوادث كتير اثبتت ان الفكره لسه محتاجه وقت علشان تتطور. زي مثلا اللي حصل سنه 2016 لما واحده من عربيات جوجل ذاتيه القياده خبطت باص صغير. واللي حصل بالظبط ان عربيه جوجل كانت ماشيه، ولما شافت الباص جاي توقعت انه هيقف علشان، لكن الباص ما وقفش وفضل مكمل طريقه، وللاسف العربيتين خبطوا في بعض. صحيح محدش اتصاب وقتها، لكن بين ان الانظمه لسه محتاجه تحسين في انها تتنبأ بتصرفات العربيات التانيه او الناس اللي ماشيين على رجلهم. ده غير الحوادث الكتير اللي سببها نظام اوتو بايلوت اللي موجود في عربيات تسلا، واللي اشهر حادثه فيهم كانت برضه في نفس السنه لما كان واحد سايق عربيه تسلا وكان معتمد بالكامل على نظام الاوتو بايلوت وما خدش باله ان في عربيه نقل كانت بتعدي الطريق. والعربيه تسلا ساعتها ما قدرتش تميز العربيه النقل علشان كانت في زاويه صعبه انها تشوفها، ففي الاخر راحت العربيه خبطه فيها. لكن للاسف صاحب العربيه مات في الحادثه دي، وعلشان كده الحادثه دي عملت ضجه اعلاميه كبيره في وسائل الاعلام. المهم، فكانت المشاكل وقتها اللي بتواجه عربيات ذاتيه القياده هي انها ما كانتش قادره تتوقع تصرفات البشر بشكل دقيق. وده طبعا بسبب ان العربيات في الاول كانت بتستخدم كاميرات وسنسورز علشان تاخد صور للطريق وتحللها، لكن الحساسات دي كانت بتتعامل بشكل محدود جدا مع الصور اللي بتجيلها. فالعربيه كانت ممكن تشوف الطريق بس قدرتها انها تفهم العناصر بتاعته او حتى تتنبأ بايه اللي ممكن يحصل ما كانش على قد التحديات اللي هي بتواجهها. وبسبب الحوادث اللي كانت بتحصل دي، الشركات بدأت من جديد انها تحاول تحسن الانظمه بتاعتها وتطور التقنيات بحيث تخلي عربياتها امان اكتر. واضافوا كميه كبيره من المستشعرات وتكنولوجيا قادره انها تتعامل مع المواقف المعقده وتفهم تحركات الناس والعربيات بشكل افضل. ومع كمان دخول الذكاء الاصطناعي واستخدام تكنولوجيا اللايدار، الموضوع بقى في حته تانية خالص. واللي ما يعرفش ايه هو جهاز اللايدار، فهو جهاز بيرسل اشعه غير مرئيه بتنعكس على المجسمات اللي قدامك وبتدي العربيه صوره ثلاثيه الابعاد للمسافات والحواجز اللي حواليها.
وبكده العربيه بقى عندها رؤيه اشمل بكتير من الكاميرات والرادارات اللي كانوا بيستخدموها قبل كده. وعلى فكره تكنولوجيا اللايدار بتساعد العربيه انها تشوف وتفهم البيئه المحيطه في كل الظروف حتى في الضلمه، وده بحد ذاته كان تحدي كبير زمان في العربيات اللي كانت بتعتمد على تحليل الصور اللي متاخده من الكاميرا. ومع ظروف الاضاءه الليليه الموضوع كان مستحيل. وكمان الذكاء الاصطناعي اللي بيشتغل في العربيات دلوقتي بقى بيعتمد على تكنولوجيا الماشين ليرنينج. يعني العربيه دلوقتي مش بس هتاخد القرارات بسرعه، لا دي كمان هتتعلم من تجاربها وتجارب العربيات التانية اللي معاها في نفس الشبكه، وده اكيد هيخليها تتحسن بشكل مستمر ويضمن لنا مستوى امان اعلى بكتير من قبل كده. ضيف بقى على كل ده تكنولوجيا تانية اسمها Vehicle to Everything V2X، واللي بتخلي العربيه نفسها مش بس تتواصل مع العربيات التانية، لا دي كمان بتتواصل مع البنية التحتية وإشارات المرور وحتى المباني. وتقنيات تانية بتحسن الأمان زي الأوتونوموس إمرجنسي بريكنج اللي بتخلي العربية تقف أوتوماتيك لو حساسات اللايدار اكتشفت إن العربية ممكن تخبط في حاجة قدامها. ومع كل التكنولوجيا اللي اتضافت في عربيات ذاتية القيادة دي، نقدر نقول إن إحنا عدينا خلاص مرحلة إن وجود السائق في المركبة هو شيء أساسي كنوع يعني من الاحتياط علشان يتدخل بشكل سريع لو حصل حاجة. لكن دلوقتي التدخل البشري تقريبا تلاشى، والعربيات دلوقتي بقت قادرة تسوق نفسها بدرجة أمان عالية جدا. واليومين دول شركات زي أوبر بقت متاح فيها إنك تطلب عربيات ذاتية القيادة بالكامل. يعني لو أنت رايح في يوم مشوار وعايز تطلب أوبر عادي، يعني تلاقي العربية في دقايق جاية لك وبدون سواق، وبالموبايل اللي في إيدك تقدر تتحكم في كل حاجة حرفيا في الرحلة بتاعتك، بداية من إنك هتدوس على الزرار عشان العربية تفتح لك الباب، وهتدوس على زرار تاني عشان تقفله بعد ما تدخل، وبالموبايل برضه هتدي امر للعربيه انها تتحرك وتبدا الرحله. والطبيعي في العربيات دي انك هتلاقي حاجز زجاجي ما بينك وما بين مكان السواق، عشان يعني لو فكرت انك تنط مكان السواق وتمسك الدركسيون او تدوس فرامل. والحاجز ده طبعا علشان يوصلوا لك رساله انك لو اخدت قرار تركب عربيه زي دي يبقى كمل بقى معايا لحد الاخر. لكن في الظروف الطبيعيه بتلاقي قدامك شاشه بتبين لك الطريق بشكل 3D، هيخليك تشوف العربيه والطريق اللي ماشيه فيه وباقي قد ايه عشان توصل، وحبه دلع كده. وهتلاقي كمان زراير زي مثلا زرار لطلب المساعده او حتى لو عايز تقف لاي سبب من الاسباب، وزراير تانية لفتح وقفل العربيه، وزرار للتكييف، وتقدر كمان تختار الموسيقى اللي انت عايزها. فمن النهارده مش هتبقى مضطر تستحمل الاغاني المزعجه اللي ممكن السواق يكون مشغلها. وفي نهايه رحلتك بقى لما توصل بالسلامه للمكان اللي انت عايزه، العربيه لوحدها هتبدا تدور على مكان مناسب تركن فيه، وبعد كده تفتح الباب وتنزل عادي خالص. ولو نسيت تقفل الباب وراك هتلاقيها كمان بتقفل الباب بشكل تلقائي، وهتلاقيها بتقول لك ولا يهمك يا ذوق. فالموضوع حقيقي تحسه خيال علمي زي كده اللي كنا بنشوفه في الافلام زمان. وفكره اصلا انك تركب عربيه من غير ما تشوف واحد بيسوقها قدام عينك فكرة غريبة جدا، ولو انت مش الشخص اللي بيحب يجرب الحاجات الجديدة اللي ممكن يكون فيها نسبة مخاطرة، هتكون بعيد كل البعد انك تعيش التجربة دي، ولا حتى من قريب ولا حتى من بعيد. العمر مش بعزقة برضه. بس في الاخر شئت ام ابيت الفكرة هتبدأ تنتشر اكتر، وبلاد كتير هتبدأ تحطها في خطتها المستقبلية في الاعتماد عليها كوسيلة نقل، بعد ما شافوا قد ايه نجحت في حل مشاكل كتير زي الزحمة وكمان تقليل حوادث المرور. بس برغم من كل التطورات دي الا اننا لسه ما ينفعش نقول ان المشاكل اتحلت بنسبه 100%، خصوصا في المناطق اللي فيها المرور والشوارع مش قد كده، لان هيكون من الصعب او نقدر نقول من المستحيل انها تتكيف في بيئه ما فيهاش نظام مروري كويس، او في مكان البنيه التحتيه بتاعته رايحه في داهيه، او بلاد ممكن العربيه تشوف فيها حاجات ما اتدربتش عليها، زي مثلا الحيوانات اللي ممكن تقطع الطريق مره واحده، او واحد مثلا بياخد غرزه من اقصى اليمين لاقصى الشمال، او مثلا زفه ماشيه والسواق فتح الابواب. مش محتاج اتكلم. فاذا كنت انت كبني ادم بتتجلط لما تشوف الحاجات دي، يا ترى العربيه هتعمل ايه؟ فده ممكن يصعب على الذكاء الاصطناعي انه يتعامل مع الظروف دي مهما كانت درجه تطوره. ده طبعا غير البنيه التحتيه التكنولوجيه في بعض البلدان مش متطوره كفايه انها تتحمل تقنيه زي الفيكل تو ايفريثينج، لانه بيحتاج شبكات قويه وسريعه زي ال5G، ودي مش متوفره بشكل كامل في كل مكان. وعلى فكره في بعض البلدان العربيه بدا يتوفر فيها عربيات ذاتيه القياده، واغلبها من دول الخليج زي مثلا الامارات، واللي تعتبر من اوائل الدول العربيه المهتمه بالمجال ده، لدرجه ان دبي اعلنت انها عايزه تخلي 25% من وسائل النقل في المدينه تبقى سيلف درايفنج كارز على سنه 2030. وفعلا بداوا يجربوا العربيات في اماكن محدده في المدينه استعدادا للخطه دي. وبرضه السعوديه شغاله دلوقتي على البنيه التحتيه علشان تقدر تدعم التقنيات المطلوبه للعربيات ذاتيه القياده بشكل احسن في المستقبل. وقطر برضه بتعمل حاليا تجارب على عربيات واتوبيسات ذاتيه القياده، وهيبداوا في انتقال التكنولوجيا دي قريب جدا في وسائل النقل العامه. وطبعا في بلاد تانية بالفعل بدات تطبق التكنولوجيا دي عندهم وبقت موجوده وشغاله عندهم بقالها فتره، زي مثلا امريكا. العربيات دي انتشرت فيها من فتره كبيره في مدن زي سان فرانسيسكو وفينيكس، وشركات زي ويمو وكروز بدات تشغل اسطول عربيات تاكسي
ذاتيه القياده بالكامل. وفي الصين شركه كبيره زي بايدو شغلت عربيات تاكسي في اكتر من مدينه هناك، والتجربه نجحت جامد وقللت الزحمه في مدينه زي شنغهاي. بس طبعا ما فيش حاجه معصومه من الخطا، وارد جدا عربيات بالتطور ده تعمل حوادث. فايه بقى اللي ممكن يحصل لو انت راكب عربيه ذاتيه القياده ولا قدر الله بعيد الشر عملت حادثه؟ يا ترى مين هيكون مسؤول؟ الشركه اللي عملت العربيه، ولا مشغل الخدمه نفسها، ولا انت اللي هتشيل الليله؟ وعلى فكره السؤال ده هو واحد من اسباب تاخير انتشار التكنولوجيا دي في العالم، لان فكره ان شركه تطلع تقول انا هتحمل مسؤوليه الحوادث بشكل كامل، ده اكيد هيجي بخساره عليها جامده جدا. وطبعا الموضوع مش سهل، لان الخسائر مش بس ماديه، ده ممكن يبقى فيه خسائر في الارواح لا قدر الله. ده غير انه هيأثر على شركات التأمين، واللي بدأت كمان تطالب بحق الوصول لتسجيل الكاميرات للعربيات ذاتية القيادة، وده طبعا علشان تعرف تفاصيل ومعلومات دقيقة عن الحادثة، وبكده تقدر تحدد مين السبب فيها. فشركات التأمين دلوقتي تقدر تشوف كل البيانات الخاصة بالعربية، وحتى كاميرات التصوير المتصلة بيها من أول 30 ثانية قبل الحادثة لحد 15 ثانية بعد ما الحادثة تخلص. وده طبعا ناس كتير شايفاه انتهاك للخصوصية، علشان كده لسه في كلام كتير وتعقيدات حوالين الحته دي. لكن نقدر نقول ان المسؤوليه هنا بتتحدد على كذا عامل. يعني لو الحادثه حصلت بسبب عيب تقني او خطا في تصميم النظام، الشركه المصنعه للنظام هي اللي بتتحمل المسؤوليه. وساعات الشركه صاحبه العربيه نفسها هي اللي بتتحمل المسؤوليه، وخصوصا لو كانت بتستخدم النظام بشكل خطا او حتى كانت مهمله في الصيانات الدوريه للعربيه. المهم ان مفيش حاجه عليك انت الا لو قفشوك ماسك الدركسيون، ساعتها هيبقى في كلام تاني. وبالفعل دول كتير بدات تغير من القوانين بتاعتها عشان تحاول تتكيف مع التقنيه دي وتضيف قوانين جديده تنفع معاها. بس طبعا القوانين دي هي كمان لسه في مرحله التطوير، لان الموضوع معقد جدا ومحتاج وقت علشان ما حدش يشيل مسؤوليه لوحده. وبس كده، ده كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفيدوا هم كمان. واشوفك الحلقه الجايه. سلام.